كيف يفكر الأغنياء وكيف يفكر الفقراء؟ إن الأغنياء يعيشون في عالم من الوفرة، والفقراء يعيشون في عالم من الحدود. بالطبع يعيش كلاهما في نفس العالم المادي، لكن الفارق يكمن في نظرتهم للأمور. فمنظور الفقراء أو أبناء الطبقة المتوسطة يأتي من القلة والندرة. إنهم يعيشون بشعارات مثل: ليست هناك إلا فرص قليلة، لن يكون هناك ما يكفي أبدا، لا يمكنك أن تنال كل شيء، على الرغم من أنك ربما لا تستطيع أن تنال كل شيء. هل تريد مستقبلا مهنيا ناجحا أم علاقة جيدة بعائلتك؟ هكذا يكون جواب الغني: أريد كلا الأمرين. هل تريد أن تركز على العمل أم على المرح واللعب؟ أريد كلا الأمرين. هل تريد المال أم تريد أن يكون لحياتك معنى؟ أريد كلا الأمرين. هل تريد أن تحصل على ثروة أم تريد أن تمارس العمل الذي تحبه؟ أريد كلا الأمرين. إن الفقراء يختارون شيئا واحدا، أما الأغنياء فإنهم يختارون كلا الأمرين. إن الأغنياء يفهمون أنهم بقليل من الإبداع يستطيعون دائما أن يفكروا في طرق ينالون بها أفضل ما يوجد في العالم. من الآن فصاعدا، عندما تواجه سؤالا اختياريا به إما هذا أو ذاك، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن تسأله لنفسك هو: كيف يمكنني أن أنال الأمرين معا؟